الدورة اليوم رح نحاول نستخدم البيكوليس مشان قياس أبعاد الحجر الكريم. طبعا راح لازم ناخذ طول وعرض وارتفاع مع الخبير أو فريد. حاول تناخذ الطول. إذا فتحناه مشان المقاييس خلينا ناخذ الطول. هذا الارتفاع هذا. الارتفاع. ايه شده على الأخير. قديش معنا؟ بنسجل هذا القياس. هذا بالنسبة لنا السمك. بين الرقم بين العرض نرجع للبعد الثاني بهالشكل. هذا العرض، هذا كانت سماكة أو ارتفاع. كمان بنسجلها وهي بدها تسجل ضمن شهادة المنشأ. فينا نثبت طبعا، فينا نثبت عشان تأكيد الرقم ضل الحجر ثابت. سجلنا. هلا ضل عندنا بما انها دائرة هي فالطول هو نفس العرض. ارجع كمان نتأكد منه. ايش ثبته؟ خلي بالك خلي شوي. شو هون؟ شو لسه نفس الشيء، هو كونه الطول كونه دائرة فالطول نفس الترتيب. بس نتأكد لهي الارتفاع. شو بدك العرض هيك؟ العرض ايه نفس الترتيب. تنشوف اذا انه دائري، هو دائري لازم يكون نفس القياس، ما يكون 19 فاصلة كمان. اذا عمليا هو نفس المعلومات هاي كلها لازم تسجل ضمن شهادة المنشأ حتى ما يتم التزوير. ما شاء الله.